مغربي خان العرش والمملكة، والنهاية ديالو كانت سيئة، بحال أي خائن كيتجرأ على العرش العلوي وكيتحالف مع المستعمر. في تاريخ المغرب المنسي كاينه قصة غامضة مثيرة للجدل، قصة خيانة للعرش والشعب والوطن. في هذا الفيديو غادي نتوغلوا في تاريخ المغرب المنسي ونسلطوا الضوء على فترة مهمة من تاريخ المملكة ديالنا، ولأن أحداث الماضي لا تموت بل تترك بصمات عميقة على الحاضر والمستقبل. القصة هي قصة السلطان الخائن والسلطان الدمية محمد بن عرفة. هي قصة تعكس صراعا بين أن تكون مغربي بكل صدق وإخلاص أو أن تصبح عميلا رخيصا دمية في يد القوى الاستحمارية الفرنسية. فرنسا خلال فترة الحماية الوجود ديالها في المغرب كان دائما مرتبط بالخونة ديال الداخل، اللي هما كانوا أداة مهمة باش فرنسا بقات هذه المدة كاملة داخل الأراضي المغربية خلال الحقبة الاستعمارية فترة الحماية. واحد نهار فرنسا عمات لها البصيرة وحاولت أنها تجيب للمغاربة سلطان يحكمهم حسب هواها، سلطان غير شرعي في مكان السلطان الشرعي محمد الخامس الله يرحمه. والسبب أن هذا الأخير محمد الخامس كان دائما واقف مع المقاومة المغربية والشعب المغربي، والشعب المغربي كامل كيحترموه وكيبغيه وكيقدروه وكيعتبروه السلطان الوحيد والإمام والملك ديال البلاد، ومن غيره ما كاين والو. نهار 13 غشت عام 1953 سلطات الحماية الفرنسية جابت بن عرفة باش تخلق لنا واحد المغرب جديد، مغرب كيحكم سلطان مغربي فقط بالاسم، ولكن اللي كيسيروه هما السلطات الفرنسية. سميتو بن عرفة، اللي كان العمر ديالو في هذيك الفترة 70 سنة، والاسم الكامل ديالو محمد بن عرفة، وهو حفيد ديال السلطان مولاي محمد بن عبد الرحمن ابن أخ الحسن الأول، هو كينتمي السلالة العلوية، ولكن خائن. جابوه من دارو من فاس وداو عند مهندس الخونة تهامي القلاوي وسكنوه في القصر ديالو في مراكش. في مراكش صيبوا البلان ديال الخيانة وكيفاش هاد بن عرفة غادي يقدموه الشعب على أنه هو السلطان الجديد، السلطان البديل. فرنسا أعلنت أن هاد بن عرفة هو السلطان ديال المغرب وغادي يكون مجرد حاكم سوري كما واقع دابا في جمهورية المساخيط والمدوخين ديال الكابرانات. السبب الرئيسي اللي خلى فرنسا باش تجيب هاد بن عرفة يحكم حسب هواها أن محمد الخامس مشى لمدينة طنجة في أبريل عام 1947. هاد الزيارة التاريخية خربقات الحسابات ديال فرنسا وقلقاتهم بزاف وخلاتهم يوصلوا لواحد الدرجة ديال الارتباك كبيرة، لأن محمد الخامس صدم الفرنسيين وطلب بحق المغرب في الاستقلال. هنا فرنسا غادي تخربق ليها الأوراق ديالها والبلانات ديالها، كيفاش سلطان مغربي اللي عنده فقط سلطة روحية كيطالب بالاستقلال. والمصيبة الكبيرة أن الشعب كيتفاعل معاه ومأيده بشكل خطير جدا. فرنسا بدات كتشوف أن الوجود ديالها في المغرب وفي ظل وجود محمد الخامس ما غاديش يطول بالمرة. لهذا شنو غدير؟ مشات عند شيوخ الخونة ديال الزوايا بحال كتاني والبشوات الخونة والقوات، وكان الكبير ديالهم هو القلاوي. هاد الشيوخ وهاد البشوات هاد الخونة ديال الداخل اللي كانوا هما اليد والأداة الفعلية باش بقات فرنسا في المغرب وتكلفصات على المغاربة. هاد الخونة غادي يقولوا الناس بأن السلطان محمد الخامس خرج على التقاليد ديال الأمة والأعراف ديال الإسلام، بل أنه تحالف مع أحزاب متطرفة، وهذه الأحزاب المتطرفة هي الأحزاب اللي كتطالب باستقلال المغرب وحماية المغرب. تخيل أن هذه الفترة لك انت مواطني وكتدافع على الحقوق ديال المغاربة تعتبر متطرف. والأحزاب المتطرفة حسب هذه الخونة بقيادة القلاوي هم الأحزاب الوطنية اللي عندهم هدف واحد هو استقلال المغرب وطرد سلطات الحماية والتمسك بالسلطان الشرعي محمد الخامس. الفرنساويين هنا قالوا غادي نجيبوا خائن وقريب من العرش، السلطان يكون بحال شي أداة سهلة بحال هاد الخونة،
ونقدموه على أنه سلطان بديل للمغاربة، ونصيبوا واحد المغرب جديد الهدف منه هو إرضاء فرنسا، وأنه يكون بحال مزرعة، بحال مقاطعة تابعة لفرنسا. وأول خطوة داروها أنهم نفاو السلطان الشرعي محمد الخامس نهار 20 غشت 1953. مباشرة من يتم نفي السلطان محمد الخامس، هزوا هاد بن عرفة، هاد السلطان الدمية الخائن، من مراكش وداوه الرباط. في الرباط في العاصمة ديال المملكة غادي يخرجوا الجماهير ديال الشعب المغربي، وغتبدا تهتف وغتبدا تغوت بالاسم ديال محمد الخامس. الجنرال ديال فرنسا كيوم باش يتفادى هاد الاحتجاجات وهاد التصاعد ويخفف من هاد المظاهرات ديال الشعب المغربي اللي خرجت للشارع ضد تنصيب ابن عرفة سلطانا ما اعترفوش به المغاربة، وباش الفرنسيين يضمنوا اكبر عدد من الخونة اللي غيبيعوا بن عرفة. فرنسا غدي بن عرفة المكناس في مكناس باش يتلقى البيعة من عديد من القوات ديال المدينة والشيوخ ديال الزوايا الخونة، ومن ثم غدي الفاس لنفس الغرض. ولكن المغاربة ما سكتوش، الحركة الوطنية كانت بالمرصاد لهذا السلطان الخائن والأتباع ديالو والناس اللي بيعوه. فغيتعرض بن عرفة لمحاولة اغتيال على يد المقاوم المغربي الوطني علاب بن عبد الله يرحمه. هذا السلطان الخائن حكم عامين، فترة الخيانة الكبرى في تاريخ المغرب اللي بغينا نوصفوها بدقة. كانت هاد العامين في صالح فرنسا دارت ما بغات. هذا السلطان الخائن نازل على السلطات التنفيذية لصالح الصدر الأعظم المقري الأصل ديالو جزائري، اللي هو عميل ديال السلطات الحماية الفرنسية، واللي لعب دور كبير في توغل هاد السلطات. وتنازل هاد السلطان الخائن عن السلطة التشريعية لصالح فرنسا، ووقع واحد الظاهر خاص بتنظيم وتشكيل المجالس البلدية المختلطة، الشيء اللي غادي يمكن فرنسا من سيادة مماثلة للسيادة الشريفة على المغرب. هاد العامين اللي حكم فيهم بن عرفة غادي تخلي المغاربة عندهم وعي وطني في المقابل بأهمية المقاومة وعودة السلطان الشرعي إلى المغرب من المنفى. المغاربة تمسكوا أكثر بمحمد الخامس، كانوا رجال شرفاء، رجال وطنيين، رجال مقاومة. هنا السلطان الخائن والأتباع ديالو غيدفعوا واحد الثمن غالي في إطار المقاومة الوطنية السرية. قامت هذه المقاومة بعمليات سرية كبيرة ضد قادة السلطات الفرنسية الاستعمارية بالمغرب. هنا فرنسا غتفهم أن مشروع بن عرفة فاشل، وأنها لا بد تخرج من المغرب، لأنها كلات العصا في المغرب، والمسؤولين الفرنسيين ديالهم اللي ساكنين في المغرب واللي كيقوموا بتسيير الإدارة الاستعمارية الفرنسية مهددين، وكانوا يتعرضوا لعملية الاغتيال على يد رجال المقاومة. النتيجة ديال هذه المجهودات ديال الحركة الوطنية رجع محمد الخامس من المنفى عام 1955. هنا فرنسا غتعترف بأنها فشلات في خلق سيناريو لمغرب جديد بدون محمد الخامس وبدون وطنيين مغاربة. في المقابل السلطان الخائن بن عرفة عاش منبوذ بطنجة وعيش في واحد الرعب كبير، خاصة أن الفرنسيين قالوا لي بأن المقاومة ناوية تصفي عليه. السيد غيعيش في واحد الوضع اللي هو كارثي وواحد الرعب، ولا باغي غير يهرب من المغرب. الفرنسيين نظموا لي واحد عملية ديال الترحيل بسرية كبيرة وتحت إشراف استخباراتي وعسكري مشدد باش يمشي إلى مدينة نيس بفرنسا، عاش فيها حتى مات سنة 1976 بعد ما كان مجرد سلطان خائن ودمية في يد السلطات الاستعمارية. المقطع الجاي نتلاقاو.